التحكيم المؤلف من علي حسين ويساعده مساعد أول حيدر عبد الحسن ومساعد ثاني حسن علي والرابع محمد كامل، وحكام غرفة الفار علاء سالم وأمير داود. بينما تشكيلة نادي زاخو المدرب طلال البلوشي يبدأ بحراسة المرمى علي كاظم، على رعد، محمد إبراهيم، باتريك مارسيلينيو، محمد أبو عجيش، موسيس والشيك، إليوا، ناصر محمود، عيشا ديبوتي، أحمد ياسين، غوستافو هنريكي. هناك تغييرات بالنسبة للفريقين على التشكيلة التي لعبت بالنسبة لنادي ديالى أمام نفط ميسان، وبالنسبة لزاخو طبعا بالنسبة لنادي زاخو أمام نوروز، وبالنسبة لنادي ديالى أمام نفط ميسان. انطلقت المباراة، أكيد يعني المباراة بدون جمهور، وتشبه المباريات بدون جمهور، تشبه المباريات بدون جمهور كالطعام بدون ملح. البداية لمصلحة نادي ديالى، محاولة مرور، لكن يا الله علي كاظم، بداية قوية نادي ديالى، يبحثون عن هدف، يبحثون عن تقدم. أكيد هي مباراة مفتوحة، الفريقان يبحثان عن الانتصار، سواء زاخو من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وديالى من أجل الاستمرار بتحقيق النقاط من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط. يعني تكلم عن زاخو في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، 15 انتصار، 7 تعادلات و6 خسارات، وسجل 44 هدف واستقبل 23 هدف. بينما ديالى في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، 5 انتصارات، 9 تعادلات و14 هزيمة، سجل 22 واستقبل 42 هدف. وبالتالي الفريقان يبحثان عن الثلاث نقاط، فريق يبحث عن 3 نقاط من أجل، تكلم عن زاخو، من أجل العودة إلى المنافسة والاقتراب من كرسي الصدارة الذي تربع عليه الزوراء برصيد 61 نقطة، ويليه الشرطة 59 وزاخو 53 نقطة. لكن زاخو بانتظار مباراته أمام نوروز لم تحسم، وأيضا الشرطة لديه مباراة مؤجلة. هنا المرور الخطير لمصلحة نادي ديالى، لكن الابعاد من علي كاظم، مرور خطير كان من أحمد جلال الذي يدخل اليوم أساسيا. طبعا هناك تغييران فقط على تشكيلة نادي ديالى التي فاز بها الفريق على فريق نفط ميسان. مصطفى جاسم كان في حراسة المرمى اليوم، وسام محمد، وايضا عبد المجيد الصبارة الذي طبعا كان متواجد في التشكيل الاساسي لكن اليوم في الاحتياط. هنا التمريره خاطئه من حارس المرمى، يحاول الان ديبوتي المرور، لكن هناك خطا على اللاعب الواضح بالصوره، ناثانيال نانجولو الكاميروني صاحب 26 عام. ناثانيال نانجولو المدافع حاول المرور اللاعب عيشا ديبوتي، لكن شاهد الخطأ موجود، واعتراض هنا من ثانيان نانجولو. ديالى في المركز السابع عشر، أتكلم عن نادي ديالى برصيد 25 نقطة، نعم 25 نقطة، يبتعد فارق 6 نقاط عن الميناء، وبالتالي أي نقطة مهمة الآن لديالى. أحمد ياسين على لعب الخطأ، يلعب الكرة العالية، إبعاد من دفاعات نادي ديالى، المتابعة من أبو حشيش الذي يترك الكرة إلى الخارج، رمية جانبية. زاخو الذي يحاول الضغط على ديالى من أجل تسجيل هدف مبكر، لكن ديالى هو الذي بدأ الخطورة. هنا المحاولة، يبحث الآن ديالى عن الهجوم المرتد، ضغط من موسيس وولشيك، ونعم هناك خطأ لمصلحة فريق ديالى. هذا موسيس وولشيك البرازيلي، خطأ لمصلحة أيمن محمود التونسي. تلعب الكرة العالية، يحاول ناس استلام الكرة من كولين زوباري، عادت لمصلحة أمين صفاقسي إلى مصطفى مؤيد المتألق مع نادي ديالى. هنا مرور من كولين زوباري، حلوة من أوباري، حلوة من الغاني الذي سبق وأن لعب في دورينا مع نادي الزوراء. وطلال البلوشي غير راضي، يعرف تماما الأمور لا تحتمل فقدان نقاط، ويعرف تماما الضيف القادم هنا يعني ضيف
يقدم مباريات كبيرة نادي ديالى، بالتالي المباراة صعبة جدا، صعبة جدا. هذا هو أنس مالك لاعب الوسط، وأنا أشاهد دخول قوي من إليو النيجيري على أنس مالك. هل تستحق بطاقة صفراء؟ أكيد هكذا أمور تبقى تقديرية لحكم اللقاء. خطأ لمصلحة نادي ديالى. ديالى يلعب الكرة العالية رأسية والإبعاد، عادت مجددا لمصلحة نادي ديالى. تمريرة هناك لمقتدى لكن بعيدة على مقتدى، رمية جانبية. محمد أبو حشيش الأردني، مشوار طويل مع أنديتنا وأيضا مع الأندية الأردنية هناك، وكذلك لديه تجربة مع لبنان، الدور اللبناني مع نادي العهد. رمية جانبية أخرى، قطعة الكرة من الكابتن محمد محسن لاعب خط المنتصف، لاعب الخبرة. كولينزو باري يضغط، وهناك خطأ لمصلحة باتريك مارسيلينيو. 5 دقائق أولى مرت، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين الفريقين. نتكلم عن المواجهات السابقة ما بين الفريقين، 5 مواجهات، ديالى لم يحقق أي انتصار. التفوق تاريخي لزاخو ب4 انتصارات مقابل تعادل وحيد. سجل زاخو 12 هدف، وديالى سجل فقط 3 أهداف. طبعا إحدى المباريات انتهت بقرار إداري لعدم حضور نادي ديالى، هي المواجهة الأولى بين الفريقين. مارسيلينيو تلعب الكرة لمصلحة إليو تمرير ديبوتي مع الكرة، يلعبها الخطيرة من أمام محمدو، ابعاد للكرة من أمام هذا اللاعب اليماني، ابعاد عن طريق التونسي أيمن محمود، كان على الموعد أمام ناصر محمدو، وابعاد للكرة. نعم، شاهد ابعاد الكرة في اللحظة المناسبة. ركنية، أحمد ياسين متخصص لاعب منتخبنا الوطني. أحمد ياسين، تنبيه وتحذير من الحكم للاعبي الفريقين. أحمد ياسين على تنفيذ الركلة الركنية، يلعبها عالية هناك على القائم الثاني بحثا عن الرأسية، ابعاد من نانجولو، عادت لأبو حشيش داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية والإبعاد مرة أولى وثانية، يحاول مقتدى لكن وصلت إلى مارسيلينيو يلعبها لأبو حشيش يلعبها عالية، وخروج ممتاز وناجح من وسام محمد الذي يلعب الكرة الطويلة باتجاه كولينزو باري. تغطية موجودة والإبعاد من على رعد. يحاول الآن فريق زاخو الاعتماد على الكرات الثابتة أمام ديالى. مصطفى مؤيد، كرة العالية لا وجود للخطأ، لكن الكرة عادت لمصلحة فريق زاخو، ولعب الكرة إلى الخلف للحارس علي كاظم. مباراة رقم 29، حافظ على إضافة شباكه ب10 مباريات. تلعب الكرة العالية رأسية من نانجولو، كولينزو باري ممتاز من أمام إليو. صفاقسي هناك مقتدى حسن الذي يقدم مستويات طيبة ومتميزة رفقة النادي ديالى بعد انتقاله من الصناعات الكهربائية. تمريرة طويلة من أيمن محمود بعيدة تماما باتجاه الحكم الرابع إلى الخارج. رمية جانبية، زلفاني لا يقبل تماما يا أيمن محمود. سبق وأن درب أيمن محمود مع الأولمبي الباجي هناك في تونس، فيعرفه تماما. أبو حشيش يلعبها باتجاه ناصر محمدو، يضغط عليه مقتدى على ناصر محمدو، ممتازة من مقتدى، قطع الكرة، يحاول المرور، تمريرة وصلت إلى صفاقسي مع الكرة، تمريرة لأنس مالك. أنس تدرج بصورة جميلة من لاعبي نادي ديالى بالكرة، محاولة المرور، لكن دفاعات قوية من فريق زاخو. ما زال يحتفظ بالكرة اللاعب أحمد جلال يمر لأنس مالك. أحمد جلال مجددا، أحمد لمصطفى مؤيد الثنائي الذي كان في نفط البصرة. هنا تمريرة من مصطفى مؤيد تصل سهلة للحارس علي كاظم بيده، يمرر الكرة لأبو حشيش. شاهد فريق زاخو لا يستعجل بلعب الكرات، يلعب الكرات الهادية، التمريرات القصيرة. طلال البلوشي يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات من خلال هذا اللقاء، ويامن الزلفاني
يريد الاستمرار بحصد النقاط. نعم، يعني بالنسبة ليامن الزلفاني وتفكيره مع اللاعبين، لم نفز لا نخسر. نعم، الحصول على نقطة ومحاولة الاستمرار بحصد النقاط والابتعاد عن مناطق الهبوط، لكن تنافس كبير. هنا قطع الكرة من ديبوتي، تمريرة 1-2 ما بين ديبوتي وجوستافو أحمد ياسين، لكن الابعاد ابعاد من مصطفى مؤيد. الوضع على الصورة. الآن توجيهات من وسام محمد حارس المرمى، توجيهات للاعبين، اكيد المتخصص او لا هذه المره ناصر محمد وليس احمد ياسين، طبعا بغياب المتخصص الاول امجد عطوان الغائب بسبب الاصابه. ركنيه الان لمصلحه نادي زاخو، ركنيه تلعب على القائم الاول والابعاد من ناثانيال نانجول. الوضع على الصوره الذي سبق وان لعب مع نادي الحدود في دورينا في الموسم الماضي. من جديد ركنيه اخرى، يضغط زاخو عن طريق الكرات الثابته، تحصل على العديد من الركنيات في 11 دقيقه. هنا الركنيه والابعاد، ابعاد عادت من جديد. ابو حشيش، تصويبه قويه من محمد ابو حشيش، لكن علت العارضه ذهبت الى الخارج ركله مرمى. حاول النجمي الاردني بتصويبه قويه، طبعا لاعب المنتخب الاردني. وهنا طلال البلوشي الذي يريد يعني الشاهد ابو حشيش وتصويبه من مسافه بعيده، لكن كرته علت العارضه وذهبت الى الخارج ركله مرمى لمصلحه نادي ديالا الذي حقق الانتصار في اخر مباراتين. كرة الآن كولينزو باري، لكن اصطدت بأحمد إبراهيم، اصطدت بالقائد والكابتن أحمد إبراهيم الذي سبق وأن زار شباك ديالا. نعم، في موسم 2010-2011 عندما كان مع فريق زاخا، والمباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء لنادي زاخا، سجل أحمد إبراهيم. ركنية الآن لمصلحة نادي ديالا، أحمد جلال صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة في دورينا، لعب مع الزوراء، لعب مع نفط البصرة. تلعب الآن الركنية من أحمد جلال، هنا الرأسية ذهبت على أيمن محمود، يحاول مصطفى مؤيد، لحق بالكرة مصطفى، يلعب الكرة العالية، لكن علي كاظم موجود، يلعبها بإيده بسرعة لناصر محمدو، سرعة من ناصر محمدو، لكن ممتازة. ابعاد الكرة من اللاعب اندرو ايفانس، لعبت الرمية الجانبية، ناصر محمدو حاول تفادي الرمية الجانبية وتصل سهلة للحارس وسام محمد. هذا محمدو اللاعب اليماني الذي طبعا سجل 4 أهداف ولديه 3 أسيست، ساهم ب7 أهداف بالنسبة لنادي زاخو، بينما المساهم الأكبر لنادي زاخو هو أمجد عطوان الغائب، سجل 13 هدف ولديه 7 أسيست، يعني ساهم ب20 هدف. الكرة العالية يحاول جوستافو هنريكي هداف الفريق ب16 هدف، لكن الكرة قطعت إلى رمية جانبية، يلعب بسرعة لاعبي نادي زاخو، تلعب الكرة على رعد، يلعب العرضية لكن قطعت من إيفانس، عادت لأبو حشيش، أبو حشيش يلعب الكرة العالية، تصطد بمحمد محسن بالراسة، يحاول الآن وهناك خطأ على إيليو. نعم، خطأ على إيليو اللاعب النيجيري 24 عام قادم من الاتحاد الليبي، وأيضا سبق وأن لعب مع المنتخب الأولمبي النيجيري. شاهد دفع كان على كولينزو باري المتراجع إلى الخلف. تلعب الكرة من ناثانيال نانجولو، كرة طويلة باتجاه أحمد جلال، أقرب لعلى رعد، يضغط أحمد جلال على رعد، يحاول على رعد لكن اصطدت بأحمد جلال إلى الخارج. رمية جانبية مصلحة نادي زاخا. أحمد إبراهيم يلعب الكرة الأمامية الطويلة، نانجولو بالصدر، موسيس ويلشيك إلى مارسيلينيو الثنائي البرازيلي في صفوف زاخو. أبو حشيش يلعب الكرة الطويلة باتجاه جوستافو لكن أقرب أو باتجاه اللاعب أحمد ياسين. نعم، هناك
تبادل على مستوى المراكز ما بين أحمد ياسين وغوستافو هنريكي البرازيلي. ثنائي المقدمة بالنسبة لطلال البلوشي مدرب نادي زاخو. تلعب الكرة باتجاه مقتدى، لكن مقتدى لم يسيطر على الكرة وإلى الخارج رمية جانبية. مارسيلينيو. مباراة يعني لم نتعود على أجواء ملعب زاخو. نعم، لم نتعود على هذه الأجواء، يعني نشاهد القطع. هنا ملعب زاخو، هنا الرعب أكيد، يعني ملعب فيه رهبة كبيرة. محمدو يلعب الكرة الأرضية العرضية، لكن قطعت من إيفانز لأحمد جلال، أمامية عادت لمصلحة فريق زاخو. سيطر على الكرة على رعد إلى إيليو تغيير اللعب هناك في جهة اليسار تجاه أبو حشيش. مقتدى يضغط على أبو حشيش، ممتازة من مقتدى، افتك الكرة ومرر البحث عن هجوم مرتد سريع لمصلحة نادي ديالا. كولين زوباري، لكن أحمد إبراهيم غطى على الكرة من أمام كولين زوباري وإلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. 16 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن في اللقاء الذي يأتيكم ضمن مباراة الأسبوع 30 من دوري نجوم العراق للمحترفين. إيفانز يحاول أمام غوستافو، والكرة ماذا؟ هل ركنية مرمى على مبدأ ركلة مرمى؟ نعم، ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. شاهدناه في الدقيقة الأولى بمرور من أحمد جلال وحاول لعب الكرة، لكن علي كاظم كان على الموعد واستطاع ابعاد الكرة. وبعدها زاخو حاول عن طريق الركلات الثابتة تحديدا الركلات الركنية، لكن لم يخطر مرمى ديالا، لم يخطر مرمى هذا الحارس وسام محمد الذي يلعب مباراته السادسة عشر وحافظ على إضافة شباكه ب4 مباريات. ديبوتي سيطر على الكرة، ديبوتي إلى مارسيلينيو. محترفي نادي ديالا الذين تم انتدابهم أعطوا القيمة الفنية للفريق، مع يامن الزلفاني الذي استلم الفريق من الجولة التاسعة ولغاية الآن. يتكلم عن 20 مباراة سابقة، 5 انتصارات 6 تعادلات و9 هزائم. سجل الفريق 16 هدف واستقبل 25 هدف. لكن المهم بالنسبة لجماهير ديالا هو البقاء ضمن دوري نجوم العراق. نعم، نادي ديالا أكيد يعني عندما تأهل مع القرمة أعطى الإضافة للدوري من الناحية الجماهيرية، من ناحية المتابعة. أيضا فريق له تاريخ على مستوى الدوري العراقي في سنوات مضت، وإن شاء الله نادي ديالا نشاهده في المباريات القادمة يلعب في ملعبه. بصراحة يعني عمل كبير لإدارة نادي ديالا، وأيضا هناك المسؤولين في المحافظة يعني عملوا بوتيرة متصاعدة من أجل تجهيز ملعب ديالا بحلة جديدة من أجل استضافة المباريات. نعم العمل كان متأخر، لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لم تصل، وبالتالي نتمنى أن نشاهد المباريات القادمة لنادي ديالا. لديه مباراة مع النجف في ملعبه، نتمنى أن نشاهدها هناك في ملعب ديالا. بصراحة جمهور ديالا طرب، نشاهد جمهور ديالا على مستوى كرة اليد هناك في قاعة نادي ديالا، لا القاعة ممتلئة على آخرها. دائما الجماهير تحضر خلف فرقها، يعني سواء فريق كرة القدم، فريق كرة اليد، حتى فريق الصالات الذي ينشط في الدور الدرجة الممتازة أيضا نشاهد الجماهير تحضر خلفه. دائما جماهير ديالا يعني عنوان بارز لهذا الفريق، ونفس الحال بالنسبة لنادي زاخو، جماهير متعطشة لهذا الفريق، يعني حتى على مستوى فريق كرة السلة وكذلك فريق كرة القدم. هنا التمريرة، محمدو يلحق بالكرة، محمدو يلعب الكرة، لحق بالكرة، لكن على ما يبدو الكرة خرجت. محمدو يقول لم تخرج يا سيد الحكم. نعم يقول لم تخرج الكرة، لكن الحكم المساعد يقول خرجت. حيدر عبد الحسن الحكم المساعد الأول يقول خرجت. لم نتعود على هذه المظاهر
على هذه الكراسي الخالية من الجماهير. نعم دائما ما تكون ممتلئة على آخرها. ركلة مرمى تلعب من وسام محمد عالية باتجاه كولي زوباري بالرأس، وصلت إلى أيمن صفاقسي إلى أحمد جلال من جديد إلى محمد محسن مع الكرة، حاول السيطرة على الكرة، مقتدى يطالب لكن يمررها لأنس، ثنائي الوسط محمد محسن وأنس. تلعب الكرة تغيير اللعب باتجاه مصطفى مؤيد، مدافع اليسار إيفانز إلى مصطفى مؤيد، يضغط ناصر محمد على مصطفى مؤيد، مرور تمريرة لأحمد جلال، وهذا أنس مالك. ما زال يحضر بالكرة يلعبها لمصطفى لكن فقد الكرة مصطفى، عادت لمصلحة نادي زاخو البعد عن الهجوم المرتد، لكن ضغط عالي من لاعبي نادي ديالى، ضغط على رعد من قبل أنس، وهناك خطأ على أنس مالك. صفارة الحكم 20 دقيقة مرت أحبة المشاهدين، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين زاخو وديالى ضمن مواجهات الجولة 30 من دوري التي انطلقت اليوم بتعادل إيجابي ما بين فريق القاسم والقوة الجوية. وهناك أيضا مباراة تلعب بنفس الوقت ما بين الزوراء نفط البصرة، ما بين المتصدر ونفط البصرة، أيضا مباراة مهمة سواء ديالى الذي عينه على نفط البصرة أو زاخو الذي عينه على الزوراء المتصدر. أكيد يعني جماهير زاخو ونادي زاخو يأمل ويتأمل بتعثر لفريق الزوراء، وبالنسبة لنادي ديالى يعني أيضا يأمل ويتأمل بتعثر لنادي نفط البصرة، وبالتالي يعني الأمنيات مستمرة للفريقين، وأكيد مصائب قوم عند قوم فوائد. كرة الآن لمصلحة نادي زاخو، شاهد لاعبين نادي ديالى يعني متراجعين إلى الخلف. هنا المحاولة ديبوت رأسية لكن بعد من مقتدى، عادة لأحمد ياسين، هنا تسديدة لكن ضعيفة التسديدة من أحمد ياسين الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالى. حاول أحمد ياسين بلعب الكرة بالتصويبة، لكن الكرة أحمد ياسين استلم وصوب، لكن تصويبته ذهبت إلى الخارج. رمية جانبية عادت مصلحة نادي زاخو من جديد. أكيد الحيازة والاستحواذ لمصلحة لاعبي نادي زاخو، لكن لم نشاهد يعني الخطورة فقط من كرة واحدة لمصلحة نادي ديالى. نعم زاخو ضغط، تحصل على أكثر من ركلة ركنية، شاهدنا تصويبة من أبو حشيش، تصويبة من أحمد ياسين لكن بدون خطورة. نعم هناك محاولات لكن بدون خطورة. مارسيلينو بعد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي ديالى. هناك من جهة اليمين مقتدى حسن على لعب الرمية الجانبية، الوضع على الصورة مقتدى حسن اللاعب الشاب يلعب الرمية الجانبية، يلعبها له كولي زوباري، الغان استلم الكرة، يضغط ابو حشيش يلعب الكرة العرضية، يا الله العارضة تقف مع علي كاظم، لكن الكرة كانت خارج. نعم الكرة كانت خارج، وبالتالي ركلة مرمى. لكن كولي زوباري حاول أن يغالط علي كاظم بهذه الكرة وردتها العارضة. يا من الزلفان وديالى يلعبون بواقعية، لم تخرج الكرة يا عزيزي الحكم. أين خروج الكرة هنا مع خط واحد يا عزيزي الحكم المساعد الثاني حسن علي؟ أين خروج الكرة على العموم؟ كرة الآن لمصلحة نادي ديالى، أنس مالك تمرير كولي زوبوري، كرة الخطيرة لمصلحة ديالى، ومارسيلينو الابعاد عادت لدى مقتدى حسن هناك من جهة اليمين، يضغط ديالى من أجل الهدف الأول، تلعب الكرة العالية، أحمد جلال يلعب الكرة، لكن ابعاد من دفاعات نادي زاخو. من جديد عادت لمصلحة نادي زاخو بالملابس الحمراء، زاخو يبحث عن الهجوم المرتد. هنا التمريرة وصلت على رعد لديبوتي، لكن أقرب إيفانز أندرو يلعبها لوسام محمد،
لعب الكرة باتجاه مقتدى حسن مع الكرة، يمرر إلى صفاقسي لكن بعيدة جدا على التونسي أيمن صفاقسي، وإلى الخارج رمية جانبية. شاهد الكرة المشتركة التي كانت ما بين مارسيلينيو واللاعب أيمن صفاقسي، وهنا أيضا الكرات المشتركة والالتحامات ما بين محمد محسن وإيليو النيجيري. السلامة لإيليو، أتمنى السلامة له وجميع الموجودين في ملعب اللقاء. جماهير أكيد ملح كرة القدم، كأنك تأكل طعاما بدون ملح. هذه هي الجماهير. لماذا نريد أن نشاهد فرق المحافظات في دورين؟ هذا هو الزلفاني، كون هناك جماهير خلفها، والفريقان لديهم قاعدة كبيرة من الجماهير، يعني سواء زاخا وديالا يمتلكان الكثير من الجماهير، ودائما الجماهير خلفهم من أجل المساندة والدعم. طلال البلوشي وما زال يترقب التعادل السلبي لغاية الآن. شاهد فريق ديالا كيف يلعب بواقعية كبيرة عندما تكون الكرة بحوزة لاعبي نادي زاخو، العودة للخلف من أجل دفاع المنطقة، محاولة المرور من على رعد، مر على رعد لكن قطعت، طالت، عادت لمصلحة نادي ديالا. من جديد ضغط عالي من لاعبي نادي زاخو، موسيس ويلشك يصوب واصطدت بمنى ثنيان نانجولو. مقتدى يلعب الكرة العالية الطويلة أقرب لمارسيلينيو، يضغط صفاقسي، عادة إلى الخلف للحارس علي كاظم إلى أحمد إبراهيم. عدم الاستعجال بلعب الكرات بالنسبة لنادي زاخو، تمريرات قصيرة. هنا تمريرة من إيليو لكن مصطفى مؤيد تمريرة خاطئة. ديبوتي عدى، ممتازة من نانجولو، عادت لمصلحة نادي ديالا. إخراج الكرة يا شباب، هناك لاعبان، نعم، إخراج للكرة بالسلامة لديبوتي ونثنيان نانجولو. السلامة للكاميروني واللاعب إيشتا ديبوتي النيجيري. شاهد الكرة المشتركة ما بين الثنائي الأفريقي هنا في ملعب زاخا الدولي. أتمنى السلامة. نعرف الصراع الكاميروني النيجيري، يعني صراع منذ سنوات ومنذ زمن طويل ما بين المدرستين الأفريقيتين، والصراع يتحول من أفريقيا، من ماما أفريكا إلى هنا، إلى زاخو، هنا للخابور. بالسلامة لديبوتي. ديالا هل تحقق اليوم انتصارها الأول على زاخو أم يستمر نادي زاخو بالتفوق التاريخي على نادي ديالا؟ نعم، ليست تلك المواجهات الكبيرة والعديدة ما بين الفريقين، لكن الأفضلية التاريخية لمصلحة زاخو، وأيضا زاخو يمتلك أفضلية مباراة الذهاب الذي فاز فيها ب4 أهداف مقابل هدف واحد. انتصار كبير كان لزاخو على نادي ديالا. المباراة كانت في ملعب الشعب، ثنائية كوستافو هنريكي سجلها، وأيضا محمد علي عبود المتواجد على دكة البدلاء، وناصر محمدو، يعني اثنان من اللاعبين الذين سجلوا في مباراة الذهاب متواجدين بالتشكيلة الأساسية، ناصر محمدو وأيضا كوستافو هنريكي البرازيلي الذين هم مشاهدة لغاية الآن. نعم، دفاعات ديالا يعني تحاول أن تقلل من خطورة كوستافو هنريكي، لغاية الآن ناجحة تماما بالسيطرة على كوستافو هنريكي المهاجم الخطير. نتكلم عن وصيف الهدافين وهداف فريق زاخو. اسقاط كرة من قبل المدرب، من قبل الحكم علي حسين، وبروح رياضية تلعب الكرة لعلي كاظم من قبل لاعبين نادي ديالا. اكيد الاهم الروح الرياضية. باتريك مارسيلينيو الى احمد ابراهيم، يلعب الكرة هناك باتجاه جهة اليسار، وصلت الى ابو حشيش، محمد ابو حشيش يلعب الى محمدو، ناصر محمدو، تمريرة قطعت من صفاقسي الى كولين اوباري مع الكرة، كولين زوباري يمرر باتجاه احمد جلال، لكن اقرب لعلي كاظم.
يلعبها لأحمد إبراهيم، مصلحة نادي زاخو الذي يعاني على المستوى التهديفي. نتكلم عن نادي زاخ آخر 3 مباريات لم يسجل أي هدف، خسارة أمام كربلاء 0-1 هناك في ملعب كربلاء، وخسارة هنا في هذا الملعب أمام نفط ميسان 0-1، وتعادل سلبي أمام نوروز. لكن قبل نهاية اللقاء تقريبا ب10 دقائق بعد الأحداث يعني التي شهدها ملعب نوروز، هنا أحمد ياسين يحاول المرور، أحمد ياسين، أحمد يلعب الكرة، لكن التغطية الدفاعية موجودة. أحمد جلال بعد الكرة لرمية جانبية، نصف ساعة مرت حبة المشاهدين والتعادل السلبي. هل هناك هدف لزاخو من خلال هذه الهجمة؟ هنا الرأسية والإبعاد من أيمن محمود، ديبو تسلم الكرة إلى إيليو لأبو حشيش، لكن هناك راية وتسلل على جوستافو هنريكي البرازيلي، كان متسللا جوستافو هنريكي بكرة ناصر محمدو. شاهد ناصر محمدو لاعب الكرة، هل كان متقدم؟ ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي ديالا. التعادل السلبي لغاية الآن ما بين الفريقين. هل هناك هدف يكسر هذا التعادل؟ كولي زوباري لأحمد جلال، أحمد جلال من أمام على رعد يحاول المرور، مر أحمد جلال ما زال على رعد يضغط، وفي الأخير الكرة ماذا هناك؟ هل خطأ أم ركنية؟ على ما يبدو ركلة مرمى، لا خطأ ولا ركنية، وركلة مرمى لمصلحة نادي زاخو. حاول أحمد جلال، شاهد هل ركنية كانت أم ركلة مرمى؟ صعبة جدا. نعم ركلة مرمى حسبها الحكم. لعبت وصلت إلى أبو حشيش، مارسيلينيو إلى أحمد إبراهيم يلعب الكرة الأمامية تجاه جوستافو، مرت عدت وصلت للحارس وسام محمد. وسام عالي من وسام، وصلت إلى صفاقسي، أيمن صفاقسي يحتفظ بالكرة. صفاقسي تمريره مصطفى مؤيد، مصطفى يحاول المرور من أمام موسيس وولشيك، لا وجود للخطأ، الحكم يقول استمرار اللعب. ناصر محمدو يمرر باتجاه جوستافو هنريكي، لكن أقرب لوسام محمد. نعم دفاعات فريق ديالا تحجم خطورة جوستافو هنريكي هداف فريق زاخو المبتعد عن الفعالية الهجومية في المباريات الماضية. آخر هدف سجله عن طريق ركلة جزاء في مرمى الميناء بالنسبة لنادي طبعا بالنسبة للاعب جوستافو هنريكي، المباراة التي انتهت بهدف مقابل لا شيء من تسجيل اللاعب جوستافو هنريكي. هنا خطأ مصلحة أوباري، اللاعب إيليو، خطأ لمصلحة نادي ديالا. الهداف الآن فريق ديالا أيمن صفاقسي ب4 أهداف، وأيضا كان بنيامين كورونكو أيضا 4 أهداف، لكن انتقل كورونكو من ديالا إلى الكاف. أحمد جلال على لعب هذا الخطأ، لديه هدف جميل جدا في مرمى نوروز عندما كان مع نفط البصرة من وسط الساحة تقريبا. أحمد جلال صاحب قدم يسرى مركزة تماما، يلعب الكرة العالية داخل منطقة الجزاء، هنا الرأسية وخطأ، خطأ على التونسي أيمن محمود المتقدم بهذه اللقطة، خطأ لمصلحة فريق زاخو، لمصلحة هذا البرازيلي موسيس وولشيك 30 عام قدم الموسم الماضي مع نادي طبعا زاخو، وموسم آخر يلعب مع زاخو. لعب خط الوسط، دخلنا الدقيقة 35 والتعادل السلبي لغاية الآن. هل هناك هدف في الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول أم يؤجل إلى الشوط الثاني؟ مصطفى مؤيد إلى محمد محسن إلى
اوباري من امام مارسيلينيو، لكن تغطية موجودة من مارسيلينيو الى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. واضح تماما طلال البلوشي غير راضي بالمرة. نعم كان منافس شرس على اللقب، لكن خسارتين نوعا ما ابتعد عن المنافسة، لكن ما زالت الأمور موجودة في أقدام لاعبي نادي زاخو. نادي زاخو الذي سوف يلعب مباراة مهمة جدا، المباراة القادمة مع الزوراء هنا في هذا الملعب. مباراة مهمة جدا، يعني إذا ما أراد المنافس على اللقب عليه الفوز على الزوراء هنا في هذا الملعب، ومن ثم البحث عن الانتصارات في المباريات القادمة سوف نتكلم عنها في قادم الدقائق. إيليو إلى موسيس إلى مارسيلينيو من جديد. يحاول فريق زاخو. أحمد إبراهيم، مارسيلينيو، تمريرات قصيرة. عودة لاعبي نادي ديالا، 10 لاعبين من نادي ديالا، نعم جميعهم في طبعا منتصف ملعبهم. إيليو تمريرة، يحاول أبو حشيش يضغط عليه مقتدى. أبو حشيش تمريرة جميلة إلى ديبوتي يحاول المرور، لكن تغطية موجودة من ناثانيال نانجولو. عادت مصلحة نادي زاخو. مارسيلينيو، أحمد إبراهيم مجددا يضغط فريق زاخو. تلعب الكرة العالية باتجاه ديبوتي، ابعاد من ايمن محمود. محمد ابو حشيش تابعت الكرة، كرة عادت لمصلحة نادي ديالا. تلعب امامية باتجاه كولينز اوباري، لكن قطعت من مارسيلينيو الى الخارج. رمية جانبية. حاول مقتدى حسن كسب بعض الثواني من اجل التقاط الانفاس والتحرر من الضغط الذي مارسه فريق زاخو خلال الدقائق الماضيه، لكن استحواذ وضغط فريق زاخو دون خطوره. الخطوره والواقعيه لنادي ديالا يلعب على الهجوم المرتد السريع، وشاهدناه مره اولى كانت من احمد جلال، ومره ثانيه من كونيزو باري، الكره التي ردتها العارضه. نعم الاستحواذ والحيازة والسيطرة على الكرة لنادي زاخو، لكن الخطورة لنادي ديالا. زاخو لغاية الآن لم يهدد المرمى، لم يشكل الخطورة. نعم وصل، لاحت له بعض المحاولات لكن دون خطورة تذكر. محاولة الآن هنا التصويبة من أنس مالك، لكن بعيدة تماما من أنس مالك إلى الخارج. ركلة مرمى، وأنس مالك المتقدم بهذه اللقطة حاول التصويب بالقدم اليسرى، لكن تصويبته بعيدة تماما إلى الخارج. ركلة مرمى. شاهد تصويبة أنس مالك افتقدت إلى الدقة. أحمد إبراهيم، أحمد يلعب الكرة باتجاه جوستافو، لكن ابعاد من ناثانيال نانجولو. كولينزو بوري يسيطر على الكرة. كولينزو بوري تمريرة إلى صفاقسي، مرت على صفاقسي، قطعت، عادت سريعا. بدأ فريق زاخو بقطع الكرات سريعا. تمريرة الآن جميلة هناك في جهة اليمين لمصلحة مقتدى سيطر على الكرة لاعب، وهنا تمريرة من أيمن محمود. كولينزو باري لم يسيطر على الكرة بالصورة الصحيحة، عادت لمصلحة نادي زاخو. أحمد إبراهيم يتقدم، أحمد تمريرة على رعد. أحمد إبراهيم مجددا. موسيز يحاول فريق زاخو، وصلت هناك لأبو حشيش من جهة اليسار. أبو حشيش لديبوتي، إيشا ديبوتي يضغط أيمن محمود على إيشا. تمريرة من إيشا قطعت من ناثانيال نانجولو. أوباري بالرأس أقرب لأحمد إبراهيم. على رعد يمرر ناصر محمدو،
يحاول على رعد تمريرة قصيرة لكن وصلت لجوستافو. جوستافو لمحمدو، تغطية موجودة من أندرو، وهناك الخطأ. خطأ على ناصر محمدو، خطأ لمصلحة فريق ديالا حسب إشارة الحكم المساعد الأول حيدر عبد الحسن. من الزلفاني التونسي بمواجهة مع القطري طلال البلوشي، مواجهة عربية خالصة هنا في ملعب زاخ الدولي، هنا في محافظة هوك الجميلة، تحديدا مدينة زاخ مدينة جميلة جدا. نعم، أيمن صفاقسي استلم الكرة، لعبها لمحمد محسن، محمد محسن مع الكرة، يمر لأنس، أنس مالك سيطر على الكرة، أنس عادة الأيمن محمود، مصلحة فريق ديالا. 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين زاخو وديالا في افتتاح مباريات الجولة 30 من دورينا، دوري نجوم العراق للمحترفين بنسخته الثانية. أحمد إبراهيم، مصلحة زاخو، أحمد إبراهيم يلعبها لمارسيلينيو، عودة لاعبي نادي ديالا مباشرة عندما تكون الكرة لدى لاعبي نادي زاخو. لاعبي نادي ديالا يعودون للخلف من أجل طبعا يعني عدم إعطاء المساحات والفراغات للاعبي نادي زاخو. نعم، يعرفون يمتلكون لاعبين بمستوى عالي، نعم، وأيضا يمتلكون سرعات ومهارات. تكلم عن الخط المقدم، ديبوتي، هنريكي، أحمد ياسين، محمدو، رباعي خطير جدا. كرة الآن إيليو يلعب الكرة على باتجاه على رعد المتقدم، صعبة جدا على رعد لكن يلحق بالكرة، يمرها لناصر، ناصر محمدو، الكرة العالية، ديبوتي يحاول لكن صعب إلى الخارج، إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول ديبوتي، حاول النيجيري القادم من ريفرز يونايتد، هناك في نيجيريا المتصدر الدوري النيجيري. ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. نادي ديالا يعني قطع مسافة طويلة جدا، يعني لعب هناك في العمارة في ميسان مع نفط ميسان عندما فاز عليه بهدف مقابل لا شيء، والقدوم إلى زاخو يعني تقريبا قطع مسافة ما يقارب 1000 كيلومتر. أكيد نادي ديالا لعب جميع مبارياته خارج المحافظة بانتظار أن نشاهد ملعب ديالا يستضيف لقاءات البرتقالي هناك في مدينة البرتقال الجميلة. هذه المدينة الجميلة مدينة ديالا. على رعد يلعب الكرة باتجاه جوستافو، مرت ومقتدى براسه للخارج، نعم بدون فلسفة من مقتدى حسن مدافع يمين نادي ديالا، وابعاد الكرة الى الخارج الى ركنية الان لمصلحة فريق الان لمصلحة فريق زاخو، هناك من الجهة البعيدة ركنية من محمدو يلعبها عالية، هنا الرئيس يبعد من نانجولو، ابو حشيش يحاول الان تصويبه من ابو حشيش، صدت، عادت مجددا لناصر محمدو، يلعب الكرة العالية باتجاه جوستافو، والابعاد من ايفانز، هناك خطأ على ما يبدو، هناك خطأ نعم حسب إشارة هذا الحكم الواضح على الصورة، الحكم علي حسين. كرة ما بين جوستافو وإيفانز أندرو، كان الحكم احتسب الخطأ على جوستافو هنريكي اللاعب البرازيلي، عالية راسية من صفاقسي، عادت لمصلحة إيليو
النيجيري يلعبها لي على رعد المتقدم من الجهة اليمين، على رعد حاول التقدم، تمريرة لديبوتي، ديبوتي يلعب الكرة العالية تجاه جوستافو لكن أقرب لمقتدى، أقرب لمقتدى وتترك إلى الخارج رمية جانبي. أبو حشيش على لعب الرمية الجانبية، ثواني وتنتهي 45 دقيقة. هل هناك هدف؟ إيليو، هل يصوب إيليو؟ تصويبة من إيليو بعيدة تماما، بعيدة تماما. طبعا هذه التصويبة توضح تماما الوضع الهجومي لفريق زاخو خلال الشوط الأول. نعم، وضع هجومي غير جيد بالمرة. دقيقة واحدة كوقت مضاف على أحداث الشوط الأول والتعادل السلبي. يحاول الآن أنس مالك، قطعت مصطفى مؤيد، وهناك رمية جانبية، رمية جانبية على ما يبدو الشوط الأول بطريقة إلى التعادل السلبي. مصطفى حسن بن شاد خطورته، إيفانس لعب الرمية الجانبية، لعب الرمية الجانبية إيفانس باتجاه أوباري، أوباري بالرأس إلى الخارج، ركلة مرمى. طلال البلوشي شاهد تماما ضغط كبير على طلال البلوشي، أكيد ضغط النتائج، ضغط الجماهير تريد نتائج إيجابية ومتميزة. وهنا حكم اللقاء علي حسن، علي حسين ينهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين زاخا وديانا. أحبتي المشاهدين، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا، لا تذهبوا بعيدا. انطلاقه نحو الامام، ايجاد الحلول، كره اصطدت، توغل نحو الامام، تمريره ذكيه جميله لدياله، وممكن هدف اول لمدينه البرتقال. الله 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 الله، دياله تضرب اولا وتكسر صمت البدايه من بوابه البرتقال، من بوابه البرتقال والانهار. جاء الهدف البرتقالي، يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70 أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله، أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يا سلام عليك يا أوباري، يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا الهدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي دياله سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميشوكي يحاول عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. تمركز جول سليم وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل، دراسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفس البصرة وأرضية الحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميشوكي، ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميشوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف
المدافعين. شوف مكنزي وخلفه سعد من خلف مكنزي يخطف راسيه جميله ويخرج اول الاهداف في الدقيقه العاشره من عمر المباراه. اول الاهداف عن طريق سعد عبد الامير في الدقيقه العاشره. شوف الانتقاء السليم الرائع الجميل وهذا التقدم الاول للقوه الجويه على حساب النجم. حساب تعود حلوه الى محمد سامي الى كمال القائم يوم عصام الحلال يشوف العبره تقدم القائم وعصام صبحي يسدد جول. هدف ثاني هدف الأمان والاطمئنان في الدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسدد هدف الخامس بعد أن سدد في شباك أرضية كربلاء معروف ديالة. يسدد من كرة مرتدة من القائم نفذها من شوقي أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل هذا المشجع الصغير. والله حسب يجيب الكبار عن تشجيع الصفوف. المفروض مهما كانت النتائج الجمهور اللاعب رقم 12 مرتدة الإلقاء أكملها الصبحي إلى داخل الشباك وهدف ثاني هدف أمان واطمئنان لفريق القوة الجوية. اثنين القوة الجوية لا شيء النجم حيث سيشمل الصفوف بما قامت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز برباعية. من يدري نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة ممكن محمد جواد وهدف ثالث. جول في الدقيقة 63 يضيف محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة ويسجل في شباك فريق السابق النجم هدف التقدم الثالث. وقد يظهر الصقور ويفوزون ويسارون ويتقدمون برباعية من كرة جميلة مضافة من محمد قاسم كادت أن تكون هدف في شباك النجم. ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعب الصقور. شوف المدافع. شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد عسكر بوتشو والكرة تمر على يمين الحارس فرهنكس. الآن في مباراة أمام ليس معهم كريم والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول سجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهدون التقدم وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء ويسجل الهدف الأول في المباراة. أول أهداف اللقاء من علامة جزاء نادي كربلاء. العظيم بكرة مباركة. نعم تسجل الهدف الثاني والثالث لنادي كربلاء للعبيد اليوم وبهدف ثاني يعلنها هنا الركنية الصدت وهنا بالتصويب بالمصطفى العظي. ارتدت هناك صدت وأثارت بهذه الرأسية التي يبعدت كرة مصطفى راضي بنفس الطالب إلى أوكارة بهذه الكرة بعد ما شاهد إعادة بنفس الطالب لعب وطلبت الكرة استدت وكارة وليرت رسالها ودخلت المرمى أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. يا سيد وسيم هذا صاروخ مع
بكرة أرضية قوية. سيف رشيد فلا شيء جديد. هنا سيف رشيد نعم يسجل وبالمكان بعيد. شاهد هنا التمريرة، هنا التسديدة، هنا الصاروخ، هنا هدف تسديد الفارق من الحارس إلى رشيد، إلى رشيد. لا شيء جديد يا سيف رشيد. يعلن عن هدفه الثالث عشر هذا الموسم بتسديدة قوية بصاروخ يخلص من خلاله نتيجة المباراة. لا يستسلم ولم يستسلم بأي لحظة. ممكن أن يعود ويعدل. الله لا هدف التعادل. ذكرتها في نفس اللحظات. إذا لم تستثمر هذه الفرص ستندم على تلك الكلمات التي أضفتها. وجاء هدف التعادل. جاء هدف التعادل في الدقائق القاتلة المتبقية من أحداث المباراة. يأتي هدف التعادل من البديل حيدر عبد الرحيم. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين. انتهى الهدف الثالث بعد أن سجل شباك الركبة بيروت. وهذا يسجل في شباك هذه الكلمة. الحارس حافظ. أي بداية وأي نهاية. أي بداية وأي نهاية. دائما لا يستحي الأهداف، لكن هذه المرة يسجل. هذه المرة يسجل الحارس حافظ. وريمونتادا لنادي القاسم. ريمونتادا لنادي القاسم. سجل هذا الثالث. شاهد الإعادة من الحارس. ولكن حيدر لاعب ولا تعافت هنا بهذا المرور. فاجأت الجميع بدخوله وسدد بالمكان بعيد. الله 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 من الحارس حاتم. خارج القدم بتصويره من خارج منطقة ال 18. تعلن عن الهدف الثالث في المباراة. ريمونتادا من وسط القاتل لنادي القاسم. 3-2 يتكرر سيناريو مباراة كربلاء والنجف. بعد تصبح هذه الهدفين استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه الكرة لا شيء مستحيل. لا شيء مستحيل. العميد العميد. وهذا الشيء ليس بالجديد على نادي كربلاء. نعم لا يحتس العميد. لا يلتفت لا يتراجع من العميد. والعودة من جديد. العودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة. هنا عبد الله حسون ساحب التمريرة. مضت وصلت السيف طالب وعادت بالتعادل لعشر اللاعبين. يعدلون عبد الله يا عبد الحسين طالب. يا عبد الله حسين طالب. اضرب يا الوسط اوسيما. حاول اللعب سالم تلعب. اندريه من هناك. اندريه محاولة. هدف لأندريه السناطي. الكرة الله. هدف 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 هدف. لسه الثاني للبناء. الكنغولي تيسندا. شوف الظهير الايمن. اول لسه الثاني. اول للميناء بكرة قوية جدا. تيسندا الظهير الايمن الكنغولي. لاحظ سالم. لا حلوه من حكم اللقاء. اعطى الادفانتج هنا اندريه الصناطي. لاحظ التحضير. تيسندا بزاويه صعبه. وهدف اول للكفانه. هدف اول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق تيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة. أول للميناء. أول للكفانة. خامس والثمانين للفرقة. لم يحضر ربما وقت الحضور. هنا مراد كرة الموسم يا مراد. الله
كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نصر نيجيريا، وإن حلق فإنه طفل، وإن لم يحلق فإنه صرع إلى مراد. لاحظنا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات. خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود، عالية وجول. دينيس أنتوي، دينيس أنتوي الغاني من سنغالي من داكوستا. هدف أول للحدود. الحدود يسجل عن طريق دينيس أنتوي. شوفوا الانطلاقة من داكوستا. السنغالي يمر من البرازيلي بهذه اللقطة والانطلاقة والكرة الجيدة، ودينيس براسية لا يكذب خبر ويسجل الهدف الأول أول للحدود في مرمى الكأس. يصل دينيس إلى هدف الخامس في دورينا. مع حسين فاهم، عالية خطيرة، الله. إيفياني إيزي يعدل للكناري. رائع، جاي سجل في المرحلة الأولى طبعا في مباراة 1-1 ويصل إلى هدف العاشر بدورينا. الله، حسين فاهم وإيزي فاهم طريق المرمى. يعدل للكناري، يعدل للكناري. 1-1 أصبحت الآن. الله إيزي لكن كرة صعبة. عدل للكرت، عدل للكناري. 1-1. لحظ الرأسية ووصل إلى هدف العاشر. دينيس أنتوي حدود. دينيس ثاني للحدود. مهيمن سليم بلاش البديل الناجح. مهيمن لاحظ بديل بهدف جميل للبديل. لاحظ دينيس أنتوي. تروح جول، قوية جدا على طريقة الوالد نجم القوى الجوية سليم. طبعا لاعب سليم بلاش الآن اللعب المهيمن بهدف ثاني للحدود. هدف غالي، هدف ب3 نقاط. الحدود طلال البلوشي من اجل يعني اعطاء نفس هجومي، اعطاء نفس للفريق، من اجل اكيد يعني تسجيل الاهداف، من اجل الظفر ب3 نقاط، وخاصه في الشوط الاول. يعني فريق زاخر لم نشاهد له اي هجمه خطيره. نعم كانت هناك محاولات كرات ثابته لكن لم تكن خطيره، عكس نادي ديالى الذي لعب بواقعيه كبيره وهدد مرمى زاخر في مره اولى عن طريق احمد جلال، ابعد الكره علي كاظم، وفي مره ثانيه العارضه ابعدت الكره. هنا انطلاقه الشوط الثاني احبتي المشاهدين. زاخو وديالى بنفس الاسماء التي انهت الشوط الاول. وسام محمد في حراسه المرمى، مقتدى حسن، من محمود، ناثانيال انجالو، اندرو ايفاز، مصميت، محمد محسن، ايمن صفاقس، احمد جلال، نصف مالك، كولين زمبا، اوباري. بينما تشكيله نادي طبعا تشكيله نادي زاخو هناك تبديلين طبعا على التشكيله التي انهت الشوط الاول، سوف نتكلم عنها بعد هذه الهجمه. محاوله لكن ابعاد الكره محمد محسن الى الخارج. دخول
محمد علي عبود بديلا لإيليو، ودخول اللاعب محمود الأسود بديلا لأحمد ياسين. تبديلات على مستوى خط الوسط وعلى المستوى الهجومي. تلعب الكرة العالية من رأسية، يحاول الآن محمود الأسود بس لا يحتفظ بالكرة. محمود مع الكرة، اللاعب السوري محمود يلعب الكرة العرضية. هنا خروج ممتاز من وسام محمد، ممتاز من وسام محمد، خروج ناجح ومسك للكرة بعد تركية نادي زاخر. علي كظم على رأس المرمى على رعد، أحمد إبراهيم، باتريك مارسيلينيو، محمد أبو حشيش، موسيس ويلشيك، ومحمد علي عبود اللي دخل بديل إيليو، ناصر محمدو، إيشا ديبوتي أوغونا، وغوستافو انريكي، ومحمود الأسود الذي دخل بديلا لأحمد ياسين. عاد الكرة رمية جانبية من أحمد إبراهيم. إبراهيم الذي سبق وأن سجل في مرمى ديالا، مواسم طويلة، لاعب الخبرة. رمية جانبية مصطفى مؤيد على لعب الرمية الجانبية على طريقة ركلة الركنية دراسية الابعاد من احمد ابراهيم. يحاول مصطفى مؤيد، كرة مشتركة مع محمود الاسود، يلحق بالكرة قبل ان تخرج، الكرة ما زالت داخل الملعب. الاسود يلعب الكرة الامامية اقرب لناثنيال، ناثنيال نانجولو، تمريرة لمحمد محسن الى ايفانز، ايفانز امام اتجاه كولين زوباري لكن اقرب لمارسيلينيو، اتجاه على رعد، على رعد يلعب الكرة العالية، استلام محمد محسن الى صفاقسي، صفاقسي مع الكرة ليصوب، تصويب من صفاقسي اصطدت بموسيس ويلشي من جديد مصعد نادي ديالا. مصطفى مؤيد الى كولين زوباري، غير اللعب تمام باتجاه مقتدى، مقتدى حسن مع الكرة، مقتدى يحاول المرور، ما زالت الكرة مع مقتدى، يمرر 1-2 مع انس، مقتدى يلعب الكرة العرضية بعيدة تماما على كولين زوباري، اقرب لها على رعد، على رعد. ملعب زاخر الذي يستضيف هذا اللقاء ضمن مباريات الجولة 30 وبدون جمهور بعد العقوبة الانضباطية على جماهير زاخر بعد الأحداث التي حدثت في ملعب نوروز ما بين جماهير الفريقين نوروز وزاخر. أبو حشيش يلعب الكرة ابعاد من أيمن محمود، وصلت إلى صفاقسي، صفاقسي يلعب الكرة لمقتدى، مقتدى لكولين زوباري مع مارسيلينيو، فارق القوة لكولين زوباري، ما زال يحتفظ بالكرة لكن موسيس ويلشيك موجود في التغطية، ولعب الكرة للحارس علي كاظم. علي كاظم أمامية محمد علي عبود بالراس من مقتدى، صفاقسي في المنتصف لأنس، محمد محسن، تمريرات قصيرة لمصلحة لاعبي نادي ديالا. مصطفى مؤيد يلحق بالكرة، لاحق بالكرة قبل الخروج لكن محمود الأسود يغطي على الكرة، تمريرة محمود قطعت، عادت مجددا لمصلحة الزاخر أحمد إبراهيم، تمريرات مقطوعة من قبل لاعبي الفريقين. أحمد إبراهيم، أحمد، تمريرة هذا لمحمد علي عبود، على رعد محمد علي عبود مجددا. موسيس ويلشيك، تغيير اللعب، ابو حشيش قطعت من مقتدى، صفاقسي الى كولين زوباري، اوباري، اوباري تمريرا بين الاقدام من عبود امام عبود لكن وصلت على رعد، يمرر لعلي كاظم، علي كاظم تمريره طويله وعاليه، ايفانز براسه الى الخلف للحارس وسام محمد، وسام محمد يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه كولين زوباري، مارسيلينيو بالراس، ناثنيال نانجولو في التغطية يلعب لوسام محمد، يضغط ديبوتي لكن وسام لناثنيال، ناثنيال تمريرة إلى الخارج. نعم شاهدنا أحد الأشخاص القريب على الخط كان يتكلم مع ناثنيال
وبالتالي الحكم ينبه هذا الشخص. نعم هناك منطقة فنية، عليك أن تذهب للمنطقة الفنية وتوجه، لا توجه هنا على الخط. أبو حشيش على لعب الرمية الجانبية. أبو حشيش قطعت مجددا من صفاقسي، الوضع على الصورة أيمن صفاقسي لو نشاهد خطورته، هداف فريق ديالا. موسيس وولشيك هل يصوب؟ تصويبه من وولشيك لكن بعيدة تماما إلى الخارج، ركلة مرمى. حاول البرازيلي صاحب الخبرة 30 عام طلال البلوشي غير راضي تماما. نعم كان هذا هو مركز طلال البلوشي عندما كان لاعبا هناك مع المنتخب القطري مع السد القطري، كان لاعب خط وسط من اللاعبين المتميزين. تلعب ركلة المرمى من أسامة محمد، كرة عالية وطويلة باتجاه كوليزو، باري بالراس. صفاقسي إلى مقتدى لكن قطع من أبو حشيش، عاد صفاقسي وقطع الكرة لزاخو. ناصر محمدو مر من الأول لكن قطعت من أيمن محمود، عادت لزاخو من جديد. كوستافو إلى محمود الأسود، هناك لعلى رعد، على رعد أتى محمد علي عبود لاستلام الكرة. محمد علي عبود سبق وفاز بلقب الدوري العراقي رفقة نادي القوة الجوية. يظل لاعب للزوراء والآن مع زاخو، يظل لاعب لمنتخبنا الوطني عدة مباريات. ركلة مرمى أسامة محمد يلعب الكرة العالية الطويلة، جو أوباري بالراس لكن مارسيلينو قطعت الكرة قبل أن تصل لصفاقسي. محمود الأسود عالية، ناثانيال نانجولو إلى إيفانز أيضا أمامية، على رعد يترك الكرة الخارج، رمية جانبية إلى موسيس. أحمد إبراهيم لعلي كاظم، باتريك مارسيلينيو. مباراة توقعناها تكون أعلى مستوى، وخاصة الفريقين يبحثان عن الثلاث نقاط. ديبوتي يحاول المرور، ديبوتي فريق زاخو هناك أزمة على مستوى النتائج، أيضا دروب في مستوى الفريق كمجموعة وكأفراد. يحاول محمدو المرور من أمام أنس. محمدو ما زال يحتفظ بالكرة، يضغط لاعبي ديالا على محمدو، احتكاك الكرة أنس يلعب الكرة بمحمدو وإلى الخارج، رمية جانبية. الزلفاني التونسي، الزلفاني أكيد نظرة ترقب ماذا يحدث في الدقائق القادمة. لغاية الآن التعادل السلبي، تكلم عن 55 دقيقة مرت من أحداث اللقاء و10 دقائق من الشوط الثاني، والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين الفريقين. هل هناك هدف للبرتقالي أم لأبناء الخابور؟ تلعب رمية جانبية، وصلت لكولينز أوباري من أمام أحمد إبراهيم. أوباري تمريرة، يحاول الآن صفاقسي أو أحمد جلال مار. أحمد جلال صوب الكرة، ما زال يحتفظ بالكرة، يحاول الآن فريق ديالا. كولينز أوباري لكن أبعدت من مارسيلينيو، عادت من جديد لمصلحة النادي ديالا. مصطفى إلى محمد محسن إلى إيفانز. ناثانيال نانجولو مع الكرة، وصلت إلى أيمن محمود تمريرة إلى صفاقسي. صفاقسي لأيمن محمود، الأيمنان لفريق ديالا. هنا أوباري يضغط على مارسيلينيو لكن رسيب مارسيلينيو، يحاول محمد علي عبود، وصلت هناك لأنس لإيفانز لمصلحة مصطفى مؤيد. تمريرات مصلحة نادي ديالا، يسيطر على الكرة نادي ديالا، سيطرة واضحة لنادي ديالا على الكرة من خلال هذه الهجمة.
ناقل بالكرات لمصلحة لاعبي نادي ديالا. هنا التمريرة، تمريرة من صفاقسي، يحاول الآن أوباري مع الكرة، يمرر لمقتدى، مقتدى حسن يحاول المرور من أمام أبو حشيش، مقتدى مع الكرة، تمريرة جميلة لصفاقسي، صفاقسي إلى أوباري لكن قطعت من محمدو. يبحث فريق الزاخو عن الهجوم المرتد، لكن هناك سقوط جوستافو انريكي والحكم يقول لا وجود لشيء. روح رياضية من لاعبين نادي ديالا، ابعاد الكرة للخارج للاطمئنان على سلامة البرازيلي جوستافو انريكي. كان يطالب بخطأ جوستافو انريكي في اللقطة الماضية. شاهد هنا المحاولة دخول كان من نصر محمدو على اللاعب كولين زوباري. هذه اللقطة المشتركة ما بين جوستافو انريكي والمدافع ناثانيال ناينغول. طلال البلوشي ما زال يوجه، ما زال يتواصل مع لاعبيه من اجل تسجيل الهدف الاول، لكن لغايه الان يعني لغايه الدقيقه 58 فريق زاخو لم يهدد مرمى فريق ديال. نعم هناك محاولات لكن لم تصل الى الفرص المحققه للتسجيل. الكرات المشتركه ما بين لاعبي الفريقين، وخاصة هذه اللقطة ما بين محمدو وكولين زوباري. بالسلامة لأوباري اللاعب الغاني. لاعبي نادي زاخو بروح رياضية، لعب الكرة للاعبي نادي ديالا عن طريق رمية التماس. أيمن محمود يلعب الرمية، أيضا قطعت من مارسيلينيو، رمية جانبية أخرى. أيمن محمود يأخذ وقته بالكامل قبل لعب هذه الرمية، الرمية الجانبية يلعب اتجاه كولين زوباري، رأسية مارسيلينيو، محمد محسن إلى أيمن محمود، أوباري يحاول فريق ديالا، عادت لأيمن محمود، أيمن تمرير لمقتدى، مقتدى يحاول لعب الكرة لكن اصطدت بموسيس، اصطدت بالبرازيل إلى الخارج إلى ركنية، وركنية لمصلحة نادي ديالا. نادي ديالا الذي يتخلى عن حذره الدفاعي في الشوط الثاني ويتقدم إلى الأمام، يستحوذ على الكرة عكس الشوط الأول الذي ترك الكرة لمصلحة زاخو من أجل الدفاع. أحمد جلال على لعب الركلة الركنية، يلعبها لمحمد محسن، محمد محسن لأحمد جلال، مر أحمد يحاول لكن قطعت، عادت محمد محسن يلعب الكرة العالية داخل منطقة هنا الرأسية لكن الإبعاد من أحمد إبراهيم، عادت لمصلحة نادي زاخو لكن تمريرة أمامية، تغطية موجودة من إيفانز، يلعبها لوسام محمد، وسام يلعب الكرة العالية تجاه مقتدى، مقتدى بالرأس والكرة خرجت، نعم خرجت إلى الخارج، رمية جانبية. أبو حشيش لمارسيلينيو، أحمد إبراهيم، مارسيلينيو، أبو حشيش، حاول فريق زاخو هنا تمريرة أمامية باتجاه جوستافو انريكي، كرة الخطيرة والمحاولة وهناك خطأ، خطأ على جوستافو، دفع، نعم دفع، إشارة الحكم علي حسين يقول دفع على جوستافو انريكي في اللقطة الماضية. نعم هذه اللقطة، هذه اللقطة، نعم كان هناك دفع من جوستافو على ايمن محمود. ايضا هناك رأسية، ابعاد الكرة بالرأس من قبل ايفانز، خطأ الآن لمصلحة نادي ديالا.
تلعب الكرة الأمامية، رأسية موسيس وولشيك. أندرو وصلت إلى ناثانيال نانجولو، أمامية من نانجولو، وصلت لأبو حشيش، يضغط صفقس على أبو حشيش، يلعب الكرة إلى علي كاظم. مرت أكثر ساعة من اللعب والتعادل السلبي لغاية الآن. نعم الأداء تكلم عن 16 دقيقة مرت من أحداث الشوط الثاني، الأداء ليس بذلك الأداء الكبير. نعم محصور في وسط الملعب، كرات مقطوعة من جانبي. موسيس وولشيك، موسيس لا محمد علي عبود، عبود يلعب الكرة ديبوتي، لكن ابعاد من ايفانز، ابعاد من ايفانز. حاول ديبوتي يلعب الكرة لكن عدم وجود متابعة من لاعبي نادي زاخو. نتكلم عن اللاعبين المهاجمين. محمد علي عبود الى مارسيلينيو، ابو حشيش، محمد علي عبود، كرة الامامية وصلت الى ناصر محمدو، محمدو يلعب الكرة، اصطدت، يحاول محمود الاسود، هنا رأسية من نانجالو. نعم رأسية، محمدو يحاول صدر على الكرة، يضغط عليها من محمود، يلعب لابو حشيش، ابو حشيش يحاول المرور من امام مقتدى، تمريرة وصلت محمود الاسود، كرة العالية والرأسية. اين المتابعة؟ اين المتابعة؟ علاء رعد حاول بالكرة، حاول بالكرة علاء رعد، لكن عدم وجود متابعة من لاعبي نادي زاخو الذي لعب الكرة الرأسية. شوه طلال الفلوش يقول لهم متى تتقدمون؟ نعم متى تتقدمون؟ شار التمريرة من محمود الأسود، الله الله، وهنا رأسية علاء رعد، لكن لاعبي نادي زاخو لم يتحركوا باتجاه الكرة، وإلا كان هناك هدف محقق. ماذا هناك كلام ونقاش ما بين حكم اللقاء وأيضا صادق سعدون موجود، يامن الزلفاني، وكلام ونقاش وبطاقة صفراء على أحد الكادر التدريبي والإداري لفريق ديالا. يطلب الهدوء، نعم يطلب الهدوء الحكم. البطاقة الصفراء الأولى تظهر، لكن ظهرت على أحد أعضاء الكادر التدريبي والإداري لنادي ديالا. كرة الآن لمصلحة فريق زاخو، على رعد إلى أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم مع الكرة أمامية باتجاه على رعد، يلعب الكرة العالية بعيدة تماما إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. خلنا دقيقة 65 والتعادل السلبي لغاية الآن ما بين ديالا وزاخو، أو زاخو وديالا، كون المباراة تقام هنا في ملعب زاخو. تلعب الكرة عالية، ديبوتي بالراس، جاء محمدو، عادت إلى صفاقسي، رمية جانبية لعبت موسيس، تمريرات قصيرة، لم نشاهد الخطورة لغاية الآن، خطورة في الشوط الثاني. مارسيلينيو يحاول فريق زاخو، مارسيلينيو مع الكرة، تمريرة وصلت لأبو حشيش، أبو حشيش لموسيس، من جديد لأبو حشيش، هناك لأحمد إبراهيم، تمريرات قصيرة،
مصلحة لاعبي نادي زاخو. أبو حشيش سيطر على الكرة، لكن هذه السيطرة تعتبر سلبية، عدم وجود خطورة. نعم، تمرير الكرات بالعرض إلى الخلف لدى المدافعين. نريد أن نشاهد تمريرات إلى الأمام. يحاول الآن هذا أحمد جلال. تلعب رمية جانبية من إيفانز، وهناك كم صافرة من حكم اللقاء. اللقطة ما بين كولينز وباري. محمد أبو حشيش مع الكرة، يحاول أن فريق زاخو هنا على رعد، تمريرة وخروج وسام محمد ومسك للكرة، مسك للكرة. تلعب الكرة العالية باتجاه كولينز وباري، قطعت من نفحن إبراهيم. تمريرات قصيرة ما زالت. تغيير اللعب لجهة اليسار. حاول فريق زاخو لغاية الآن. الأمور صعبة، الأمور صعبة جدا. دفاعات ديالا حديدية. تكلم عن الدفاعات ديالا، يعني آخر 5 مباريات تلقت فقط 3 أهداف. أحمد إبراهيم يلعب الكرة العالية وأقرب لوسام محمد. طلال البلوشي حار من أمره، لا يعرف كيف يأتي بالحلول. الرأسية من صفاقسي، أقرب لأحمد إبراهيم على رعد. محمد علي عبود يضغط لاعبين نادي ديالا للأمام من أجل افتكاك الكرة. محمد علي عبود إلى مارسيلينيو، مصلحة زاخو. زاخو أمامية باتجاه ديبوتي. ديبوتي سلم الكرة، الكرة الخطيرة، يحاول ديبوتي، وهناك وسام محمد، وخروج من أمام ديبوتي. ماذا احتسب حكم اللقاء؟ تصدي كبير لوسام محمد بفدائية كبيرة من أمام ديبوتي. هل الكرة لمست ديبوتي في آخر لحظة؟ نعم، على ما يبدو لمست ديبوتي في آخر لحظة وذهبت إلى الخارج، لكن أي تصدي من وسام محمد من أمام ديبوتي النيجيري. كرة خطيرة كانت لمصلحة نادي زاخو. أول تهديد حقيقي للمرمى، أول تهديد حقيقي على مرمى نادي ديالا، يعني بعد مرور 70 دقيقة، بعد مرور 70 دقيقة حتى استطاع أن يهدد مرمى فريق ديالا. ماذا هناك وهل هناك يعني لقطة، أعتقد لقطة طبيعية جدا ما بين الحارس واللاعب. يامن الزلفاني يتكلم مع كولينز وباري، أكيد يتكلم وياه باللغة الفرنسية. بالسلامة لوسام محمد، والسلام لجميع الموجودين في ملعب زاخ الدولي الذي يشهد اليوم يعني عدم وجود الجماهير سبب العقوبة، بانتظار طبعا يعني بانتظار لجنة الانضباط
ماذا تقرر؟ لغاية الآن نتكلم عن المباراة التي توقفت عند الدقيقة 80 ما بين النوروز وزاخو. لغاية الآن مشاهدة الفيديوهات حتى يعطوا القرار النهائي. صفاقسي إلى مقتدى، مقتدى مر من جهة اليمين، مقتدى يحاول الانطلاق، يلعب الكرة العرضية، أوبوري، جول 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 جول. إعصار ديالا يستمر بضرب المنافسين واحدا تلو الآخر. هل يكون زاخو الضحية الجديدة؟ البرتقالي يلعب بروح الوحدة وبواقعية كبيرة ويكتب نشيد الانتصارات وتتعالى الأصوات. البرتقالي يجعل المنافس يعاني وكأنه يقول لا مكان للرحمة ولا مجال للتراجع. شاهد مقتدى حسن كيف لعب الكرة باتجاه أوباري الذي وضعها برأسية في الزاوية الصعبة، صعبة جدا كانت على علي كاظم. يا الله على هذا البرتقالي، يا الله على هذا ديالا، كيف يقتنص هكذا كرات، كيف يقتنص هذه الأهداف من أجل مرحلة جمع النقاط، من أجل البقاء في دور النجوم العراق. هنا أوباري ينجح بتسجيل هذا الهدف. كولينز أوباري الغاني ينجح بتسجيل رابع أهدافه رفقة نادي ديالا بعدما سجل في مرمى نفط ميسان ذهابا وإيابا وفي مرمى الكرخة. الآن يسجل في مرمى زاخو. هدف سليم 100%. نعم هدف سليم 100%، لكن أيضا يحسب لمقتدى حسن الذي مر وانطلق ولعب كرة عرضية بالقياس وبالمقياس بالقلم والمسطرة باتجاه رأس كولين زوباري الذي يضع كرة الهدف الأول لمصلحة نادي ديالا، يعطيه دافع فني ومعنوي. هل نشاهد ردة فعل من كوستافو هنريكي وبقية الرفاق؟ وطلال البلوشي يفكر كثيرا ومباشرة نعم يبدل، نعم يجري تبديل. طلال البلوشي مباشرة يستدعي ورقة من دكة البدلاء من أجل تعديل الأمور. هنا التمريرة أقرب لها إيفانز يلعب على مصطفى مؤيد. يحاول فريق ديالا نعم واقعية كبيرة يلعب فيها ديالا، يلعب على إمكانياته. هنا التبديلات الآن للفريقين. نعم تبديلات للفريقين، يعني خروج صفاقسي ودخول صديق جمال وأيضا دخول عبد المجيد صبارة اللاعب اليماني. عبد المجيد صبارة بديل الأيمن صفاقسي وصديق جمال بديل اليمن. أيضا هناك تبديل رمضان صديق يدخل الآن مدافع اليمين. أيضا تبديل آخر خروج اللاعب أحمد جلال ودخول صديق جمال يلعب كمدافع يسار ومصطفى مؤيد كلاعب خط وسط على جهة اليسار. لم نشاهد تبديلات فريق زاخو. من خرج؟ أبو حشيش، أيمن صفاقسي وأحمد جلال نعم خرجوا من ديالا ودخول عبد المجيد صبارة وصديق جمال. كرة الآن زاخو. هل نشاهد ردة فعل لفريق زاخو؟ أبو حشيش يلعب الكرة العالية ورأسية من أيمن محمود وإبعاد الكرة إلى ركنية لمصلحة فريق زاخو. هل يعود عن طريق الركلات الركنية ويمتلك لاعبين يمتازون بالكرات الرأسية. هنا المحاولة وسام محمد والإبعاد وهناك خطأ. نعم خطأ دخول من كوستافو هنريكي على الحارس وسام محمد. أقل من ربع ساعة على نهاية أحداث هذا اللقاء. ديالا تتقدم على زاخو هنا في ملعب زاخ الدولي الذي خسر فيه فريق زاخو مباراتين فقط أمام الكهرباء وأمام نفط ميسان بنفس النتيجة.
0-1. بينما فريق ديالا لم يحقق الانتصار خارج ملعبه سوى في مباراة واحدة فقط، هي على نفط ميسان خروج ناصر محمدوي على رعد بالنسبة لفريق، ودخول هادي صالح ورمضان صديق. كرة الآن لمصلحة رمضان صديق هناك من جهة اليمين. مارسيلينيو يضغط الآن زاخو البرازيلي إلى أبو حشيش محاول لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ديبوتي والرأسية لكن بعيدة إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي ديالا. محاولة كانت من ديبوتي صعبة جدا، يعني ديبوتي حاول لمس الكرة لكن صعبة جدا، بالكاد وصل لها. تلعب الكرة على من وسام محمد، رأسية من موسيس وصلت الآن، لكن هنا شاهد ضغط عالي من كوستافو هنريكو، بطاقة صفراء على البرازيلي. دخول قوي متهور من البرازيلي كوستافو. هناك عودة للفار في هذه اللقطة أم يؤجل؟ شاهد دخول كوستافو هنريكو بطاقة صفراء. السلامة للاعب نادي ديالا أيمن محمود. هدف جميل كان. من كولين زوباري. أيمن محمود تعرض لإصابة. قطعت الكرة، عادت لكوستافو هنريك، تمريرة أيمن محمود مع كوستافو، وهناك خطأ لمصلحة كوستافو هنريكي بعد كرة مشتركة مع أيمن محمود. وهادي صالح على تنفيذ الكرة. شاهد دفع موجود كان من أيمن محمود باليد اليسرى، نعم يد اليسرى الدفع من أيمن محمود، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي زاخو الذي تحصل على العديد من الكرات الثابتة لكن لم يستثمرها. تلعب من هادي صالح، كرة العالية وسام محمد، ابعاد للكرة في اللحظة المناسبة الى رمية جانبية. يضغط الان زاخو في العشر دقائق الاخيرة من عمر هذا اللقاء، وصلت الى محمود الاسود، قطعت الكرة والابعاد من صديق جمال. كولين زوباري يحاول يضغط لكن اقرب لرمضان صديق، يلعبها علي كاظم يلعب الكرة العالية الامامية، وشاهد ناثانيال انجولا بالراس الى كوستافو هنريكي، لكن قطعت هنريكي يمر يعني واضح تماما ليس بوضعه الطبيعي حتى على المستوى البدني، ليس بافضل احواله كوستافو هنريكي. يعني فريق زاخو الذي بدأ بنتائج متميزة وممتازة. هنا الكرة الآن، كرة الخطيرة والإبعاد من وسام محمد، والكرة ما زالت وإبعاد آخر من مصطفى مؤيد. كرة خطيرة بدأت جهة اليمين تشتغل لفريق زاخو. بالسلامة لوسام محمد، كرة مشتركة كانت مع ديبوتي. بالسلامة لوسام محمد الذي يعاني من إصابة بعد الكرة المشتركة مع ديبوتي بعد لعب الكرة العرضية من رمضان صديق الذي يقدم الإضافة على جهة اليمين. نعم زاخو الذي بدأ الموسم بنتائج
متميزة وكان بطل الشتاء، كان بطل الشتاء. لكن في الجولات الأخيرة لا، النتائج غير جيدة. يعني نتكلم عن نادي زاخو، آخر 3 مباريات لم يسجل أي هدف، والآن نصل إلى الدقيقة رقم 82 من هذا اللقاء وأيضا لم يسجل أي هدف. يعني صائم تماما على تسجيل الأهداف. خسر أمام كربلاء ونفط ميساء بنفس النتيجة 0-1، وتعادل سلبي كان أمام نوروز. وبالتالي الحلول الهجومية غير موجودة لدى هذا الرجل، لدى طلال البلوشي. متى تعود ماكينة الأهداف لنادي زاخو؟ نعم، شاهدنا نتائج كبيرة فاز فيها نادي زاخو، خاصة في المرحلة الأولى. يعني عندما تغلب على ديالا 4-1، وتغلب على القاسم ب6 أهداف مقابل هدفين، فاز على الزوراء ب3 مقابل هدفين، فوز على كربلاء ب5 أهداف مقابل لا شيء. أين هذه النتائج يا زاخو؟ وأيضا نادي ديالا الذي بدأ بداية غير جيدة، لكن الآن يقدم مباريات كبيرة. هنا ابعاد للكرة والمحاولة والابعاد، ابعاد يضغط فريق زاخو على مرمى ديالا، وجميع لاعبي ديالا متراجعين للخلف من أجل الحفاظ على هذه ال3 نقاط، على هذا التقدم. يحاول الآن، لكن مرت على هادي وصلت إلى مقتدى الذي صنع الهدف الوحيد لغاية الآن، والكرة للخارج، رمية جانبية لعبت سريعا من موسيز إلى عبود إلى أبو حشيش الأردني، محمد إلى مارسيلينيو. شاهد لاعبي نادي ديالا متراجعين للخلف، مارسيلينيو إلى أبو حشيش يحاول من جديد إلى مارسيلينيو، تمريرة إلى هادي مع الكرة، وصلت إلى مارسيلينيو. سيطرة واضحة لنادي زاخو لكن دون خطورة، دون لعب الكرات إلى الأمام. محمد علي عبود يلعبها إلى مارسيلينيو، أحمد إبراهيم، هناك من جهة اليمين رمضان صديق يحاول المرور، لعب الكرة العرضية لكن ابعاد من ايفانز وتشتيت للكرة. عادت مجددا لمصلحة نادي زاخو. يحاول الآن نادي زاخو، أبو حشيش، كرة الآن مارسيلينيو لأحمد إبراهيم، جيبوتي إلى رمضان صديق، تلعب الكرة العرضية وسام محمد، خروج كاد أن يكلف هدف التعديل، لكن هناك متابعة من عبد المجيد صبارة، يلعبها لكولين زوباري، باري لمقتدى، يحاول أن يضغط على مارسيلينيو لكن لعبت اللي عليك. السلام لوسام محمد، ايضا يتعرض الى اصابه، ولاعبي نادي زاخو وايضا طلال البلوشي يعني يطالبون باستئناف المباراه. هنا وسام محمد والكره التي اخطا بابعادها، من حسن حظ عدم وجود متابعه من احد لاعبي نادي زاخو. سلام لوسام محمد، هل يكون انتصار تاريخي لنادي ديالا اليوم على حساب فريق زاخو؟ ديالا 5 مواجهات سابقا لم يستطيع أن يحقق الانتصار على نادي زاخو سواء في ملعبه أو خارج ملعبه، وبالتالي هل يكون اليوم يوم تاريخي لنادي ديالا؟ تبديل الآن يوسف رائد، شاهد مقتدى الكولين زوبار. الله على الرأسية في زاوية صعبة جدا. نعم، في زاوية صعبة جدا. نعم، صعب على علي كاظم بالرغم من محاولة
من محاولة علي كاظم، لكن أوباري ينجح بوضع الكرة، ينجح بوضع الكرة. لا رقصة أفريقية. تلعب الكرة الآن، استنف اللقاء من جديد. 4 دقائق على 90 دقيقة. خروج كوستافو انريكي ودخول يوسف رائد، خروج المهاجم ودخول مدافع. صراحة تغيير فيه نوع من الغرابة، فيه نوع من الغرابة. يوسف بديلا من كوستافو انريكي، التبديل الخامس ل طبعا. وايضا هنا تبديلات مرتضى حسن، وايضا المهاجم علام حيسن. مرتضى حسن بديل لانس مالك، مركز بمركز. وعلام حيسن بديلا لمن؟ بديلا لكولين زوباري. كولين زوباري الذي يخرج الان لاعب يتمتع بالكرات الراسية. يعني اعتقد يمن الزلفاني يعني هذا اللاعب يتمتع بالكرات الراسية، يعني ممكن الاستفادة منه من الناحية الدفاعية ليس من الناحية الهجومية. الآن أنت لا تفكر بالهجوم بالنسبة لفريق ديالا، تفكر بالدفاع، لكن تبقى هي خيارات المدرب. الآن ركنية لمصلحة نادي ديالا الذي يريد أن يستهلك الوقت المتبقي. ركنية من على التنفيذ؟ عبد المجيد صبارة. الحكم المساعد يمنع عبد المجيد صبارة من تنفيذ الكرة. يا لديه مباراة مؤجلة مع دهوك طبعا. عبد المجيد صبارة على لعب الركنية على القائم الأول، لكن ابعدت. عادت محمد محسن، قطعت من محمود الأسود. محمود الأسود يبحث الآن على الهجوم مرتد، لكن تمريرته إلى الخارج إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نادي ديالا. مقتدى حسن قدم مباريات كبيرة مع فريق ديالا بعد انتقاله من الصناعات الكهربائية. رمية جانبية أيمن محمود على تنفيذ الرمية الجانبية. ديالا هل ينجح بتحقيق هذا الانتصار ويصل إلى النقطة 28 ويقترب من المركز السادس عشر، يقترب من الميناء صاحبه 31 نقطة؟ نادي ديالا مبارياته يعني ليست سهل. سوف يلعب مع النجف في ملعبه، مع الزوراء خارج ملعبه، مع اربيل في ملعبه، مع الشرطة، مع الكرك، مع القاسم، مع نفط البصرة، مع الميناء. وبالتالي المباريات ليست سهلة بالنسبة لفريق ديالا. رمية جانبية، هو يريد حصد النقاط من مباراة لمباراة أخرى. زاخو إذا خسر هذا اللقاء يعني سوف يبتعد أكثر عن المنافسة عن لقب الدوري العراقي والبقاء ضمن المنافسة على المركز الثالث والرابع. مارسيلينيو يلعب الكرة العالية، كرة العالية وخروج لوسام محمد أقرب من محمود الأسود. هذا هو يوسف رائد الذي دخل بديل كوستافو هنريكي. كرة الآن يحاول الآن المرور فريق ديالا، هناك من جهة اليسار تمريرة قطعت محمد علي عبود إلى الخارج. رمية جانبية 90 دقيقة خلاص انتهت، خلاص انتهت. كم سوف يضيف حكم اللقاء على أحداث الشوط الثاني؟ مصطفى مؤيد 9 دقائق، 9 دقائق وقت محتسب، وقت إضافي. سوف ندخل مباراة أخرى، سوف ندخل مباراة أخرى. يعني 9 دقائق ممكن حدوث فيها كل شيء. ممكن زاخو أن يسجل هدف التعادل، وممكن ديالا أن يسجل هدف ثاني. تلعب الكرة العالية من محمد أبو حشيش باتجاه يوسف رائد، المتابع محمود الأسود، لكن ابعاد الكرة، ابعاد الكرة من صديق جمال، ابعاد الكرة من صديق جمال. أحمد إبراهيم أمامي رمضان صديق، رمضان صديق ورمية جانبية. نعم لم يحلق بالكرة إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي ديالا.
طالت على رمضان صديق. طلال البلوشي لا يريد خسارة أخرى، يعني تكلم عن يعني خسارة ثانية على التوالي في ملعبه أمام نفط ميسان، والآن يخسر أمام دياله، وبالتالي يبتعد عن المنافسة على اللقب. أحمد إبراهيم لمارسيلينيو. مارسيلينيو يلعب الكرة الأمامية، وصلت إلى هادي لمحمد علي عبود. محمد علي عبود إلى أبو حشيش. أبو حشيش يلعب الكرة العالية. هنا الراسيولي بعد من نانجولو. يوسف رائد إلى رمضان صديق. كرة العالية. هنا الراسيولي بعد من نانجولو من جديد. وصديق وتشتيت للكرة. تشتيت للكرة عالية. علام حسن يضغط، لكن رأسية أحمد إبراهيم للحارس علي كاظم. علي كاظم يلعب الكرة سريعا لمارسيلينيو. مارسيلينيو لأحمد إبراهيم مجددا. يحاول فريق زاخو أن يعدل في الدقائق المتبقية من الوقت المضاف. محمود الأسود يحاول. محمود الأسود مع الكرة، يحتفظ بالكرة. مار تمريرة لرمضان صديق. رمضان صديق يلعب الكرة العرضية. هنا الإبعاد والتشتيت. الإبعاد والتشتيت عادت مجددا لمصلحة نادي زاخو. تصويب من مارسيلينيو إلى الخارج. مارسيلينيو نعم يقول لا وجود للحلول، لا وجود للحلول، لماذا لا أصوب؟ ندخل الدقيقة الثالثة، وهنا بطاقة صفراء على وسام محمد بسبب تأخيره للعب. بطاقة صفراء. الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف. الزلفان وصادق سعدون وكلام ونقاش. يحسب لهذا الثنائي أن يعني عملاه بصورة كبيرة على التنظيم الدفاعي. دفاعات دياله ممتازة جدا. نتكلم عن آخر 5 مباريات فقط تلقى الفريق 3 أهداف، هدفان من النفط وهدف من القوة الجوية. خطأ الآن لمصلحة فريق دياله الذي يريد أن يسير المباراة في الدقائق المتبقية من الوقت المضاف، والظفر ب3 نقاط والوصول للنقطة 28 بفارق 3 نقاط على المركز السادس عشر. نادي الميناء 31 نقطة بانتظار مباراة الميناء والكهرباء، مباراة أيضا مهمة جدا. كرخ والنفط هو كربلاء النجف والقرمل حدود نوروز طلب ونفط ميسان. مباراة الجولة 30. أحمد إبراهيم يحاول الآن تمريرة إلى محمود الأسود. رمضان صديق 1-2 مع محمود الأسود، لكن اصطدت الكرة، قطعت من صديق، عادت لعلام حسن. علام حسن بالقرب من مصطفى، يلعبها لمصطفى. مصطفى يحاول المرور، ما زال يحتفظ بالكرة. جهد بدني عالي من مصطفى مؤيد، لكن قطعت وعادت لمصلحة نادي زاخو. رمضان صديق. رمضان صديق مع الكرة، يلعب الكرة العالية. هنا رأسية يوسف راد، وعالت العارضة. عالت العارضة من يوسف راد. شاهد اللقطة، وعالت العارضة إلى الخارج. رمي جيب، لا كوستافو هنريك موجود. نعم موجود. أعتقد يوسف راد دخل بديل لموسيس ويلشيك لاعب خط الوسط. نعم أخطأ مخرج اللقاء. كرة على العارضة. هنا الراسية يحاول، وهناك خطأ على مقتدى. بطاقة صفراء على مقتدى حسن. بطاقة صفراء على مقتدى حسن، وخطأ لمصلحة نادي. وأيضا هناك بطاقة صفراء على رمضان صديق اللاعب البديل. بدأت بطاقات الصفراء تظهر. دخلنا الدقيقة السادسة من الوقت المضاف. محمد علي عبود يلعب الكرة العالية، يخرج وسام محمد. هنا الراسية والمرمى خالي، لكن الكرة مرت من أمام باتريك مارسيلينيو. خروج غير موفق من وسام محمد، كاد أن يؤدي هذا الخروج بهدف. يعني عندما يخرج حارس المرمى يجب أن يكون متأكد 100% بأن الكرة سوف تكون له. نعم يستطيع ضرب الكرة أو تكون الكرة بحوزته، لكن خروج وسام محمد بهذه الطريقة يعني بصراحة يعني لا أعرف لماذا خرج.
وهناك لاعبين، هناك مدافعين متواجدين. وشاهد علي كاظم يضع يده على رأسه، كان يمني النفس أن يكون هدف التعديل. سقوط آخر للحارس وسام محمد، وهذه المرة سقوط أحد لاعبين نادي ديالى. علي كاظم أكيد غير راضي، لا هو راضي، لا طلال البلوشي، لا نادي زاخو، لا جماهير زاخو، وبالتالي يعني خسارة. أتكلم عن نادي زاخو، يعني آخر 4 مباريات 3 خسارات، يعني بصراحة رقم صعب جدا. وبانتظار يعني نتكلم عن نادي زاخو، آخر مباريات النتائج غير جيدة بالمرة، يعني تعادل مع نوروز سلبي، لكن المباراة لم تنتهي. خسارة من نفط ميسان، خسارة من كربلاء، وقبلها فوز على الشرطة، وخسارة من دهوك. نتائج متذبذبة بالمرة، بينما فريق ديالى لا، على العكس تماما، فاز على القوة الجوية، فاز على نفط ميسان، الآن متقدم على زاخو، وقريب جدا من الظفر ب3 نقاط مهمة جدا من أجل مهمة البقاء في دوري نجوم العراق. يحاول لاعبين نادي زاخو، لكن قطعت من أمام محمود الأسود من مقتدى حسن. يحاول علام حيسن، لكن تغطية موجودة من أبو حشيش إلى مارسيلينيو. محمد علي عبود، أبو حشيش يلعبها لمارسيلينيو، أو أحمد إبراهيم إلى محمد علي عبود، يلعب الكرة العالية، ووسام محمد ممتاز. نعم، هذا الخروج الصحيح، خروج للكرة ومسك الكرة من أمام اللاعبين. خلاص دخلنا الدقيقة 9 والأخيرة من الوقت المضاف، أعتقد سوف يضيف دقيقة فوق ال9 دقائق. هناك سقوط لأحد لاعبين نادي ديالى وتم علاجه داخل الملعب. هنا رأسية من محمود الأسود، يوسف يمرر باتجاه هادي مع الكرة، يبحث عن كرة عرضية، وصلت إلى يوسف، والكرة الخطيرة مرت من أمام مارسيلينيو، من أمام البرازيلي باتريك مارسيلينيو، ووصلت سهلة وضعيفة للحارس وسام محمد. شاهد الكرة من يوسف رائد، لكن مارسيلينيو لعبها ضعيفة، نعم ضعيفة جدا للحارس وسام محمد، وبالتالي هجمة خطيرة ضيعها مارسيلينيو. عادت لمصلحة نادي زاخو. محمد علي عبود أمام يوسف رائد لهادي، يحاول لكن متسلل يوسف رائد. خلاص 9 دقائق انتهت، 9 دقائق انتهت. كم سوف يضيف فوق 9 دقائق حاكم اللقاء؟ شاهد هنا يوسف رائد، نعم كان متسلل، واضح تماما كان متسلل يوسف رائد من هذه الزاوية. ضربة حرة غير مباشرة، أيمن محمود وبطاقة صفراء على أيمن محمود، بطاقة صفراء على المدافع التونسي أيمن محمود. يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه علام حيسن، ورمية جانبية لعبت سريعا إلى رمضان صديق. متى ينهي حكم اللقاء؟ خلاص 10 دقيقة تم إضافتها فوق الوقت المضاف. يحاول فريق زاخو، لم يرمي المنديل زاخو لغاية الآن. يحاول محمد علي عبود، لكن قطعت الكرة والهجوم المرتد، وعادت لمصلحة أحمد إبراهيم يلعب الكرة، وصلت الآن لكوستافو هنريكي إلى يوسف رائد. هل كان متسلل أم لا؟ وصلت لأبو حشيش، كرة العالية، هنا الرأسية والإبعاد، يضغط لاعبي نادي زاخو. وصلت إلى محمود الأسود يحاول المرور، وقطعت الكرة، والحكم ينظر إلى ساعته، وما زال اللعب مستمر. وهنا علي حسين ينهي إعداد هذا اللقاء بفوز نادي ديالى و3 نقاط جديدة للبرتقالي هنا في معقل زاخو
من أمام أبناء الخابور ليصلون إلى النقطة 28 ويقتربون من المناطق الدافئة. نادي ديالا يقدم مباريات كبيرة من واحدة إلى الأخرى. نبارك لديالا، جماهير ديالا، وهارد لك لزاخو وجماهير زاخو. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.